Lamine Yamal is the best player in the world right now. There's just no debate. The best player in the world right now is Lamine Yamal. The decision making in the big moments, he's making it like it's normal. He doesn't see pressure, especially from a kid. Messi wasn't doing what this kid's been doing at 17 and 16 years old. Kept the ball, now he sets off and skips away from Mkhitaryan. Oh, that's brilliant! 16 سنة وبيكسر الارقام القياسية في الكامب نو، والواد ده مش بيخاف خالص، ومش المستقبل، لا ده المستقبل جه خلاص. وهو عنده 15 سنة بس بقى اصغر لعيب يشارك مع الفريق الاول لبرشلونة، وبيوري المهارات لاكبر من سنه بكتير. وفي وقت برشلونة واسبانيا كانوا محتاجين فيه امل، وظهر مراهق وفكر العالم تاني يعني ايه سحر كروي. اللي بيحصل ده مش مجرد موهبة طالعة، لا دي لحظة تاريخية بتتكتب قدامنا، ده ميلاد اسطورة. Like that at 17. It's just stupid, really. Like I don't even know what I'm watching, what I'm witnessing, but he played like a man possessed. And when I say a man, he's not even a man yet. يامال يبقى قدام عينينا واحد من اعظم مواهب برشلونة، وازاي ده حصل؟ ازاي حد صغير كده عمل تأثير ضخم بالشكل ده في وقت قليل؟ دي حكاية ازاي موهبة من اللمسية بقت اعظم موهبة جاية لبرشلونة. زي اغلب العيال في اسبانيا، الكورة كانت حبه الاول، بس بالنسبة لامين يامال الكورة ما كانتش مجرد لعبة، كانت لغة طبيعية بيعبر بيها. بدأ يلعب في الشوارع والحدائق قبل ما ينضم لنادي صغير اسمه لاتوريتا، نادي شعبي بسيط في بلدة اسمها لا روكا دي فاليس قريبة من برشلونة. كشافة برشلونة شافوه في ماتشات الناشئين هناك، ولقوا عنده توازن وتحكم ومساحة رؤية مش طبيعية بالنسبة لعمره. بعد ما شد انتباههم دعوه يجرب في مدرسة برشلونة اسكولا، ودي مدرسة بتجهز المواهب قبل ما يدخلوا لماسيا. واثناء التجربة المدربين اتصدموا من ابداعه وثقته ورؤيته، وشافوا في موهبته بسرعة. ولماسيا ما ضيعتش وقت وضموه فورا لاصغر فريق تطوير عندهم، وبدأ طريقه الاحترافي سنة 2014 وهو عنده 7 سنين، ومن اول يوم كان بيلعب كأنه بيتولد للملعب ده. المدربين فضلوا يطلعوه بدري ويلعب دايما ضد ناس اكبر واقوى منه، بس ده ما فرقش معاه. لامين يامال ما كانش بيصمد بالعافية، لا ده كان بيطغي ويسود. وعنده 14 سنة وبقى اصغر لعيب في التاريخ يلعب مع فريق برشلونة تحت 19 سنة، وفاز بلقب افضل لاعب وهداف في كذا بطولة للناشئين. وبعدين نروح لتاريخ 29 ابريل 2023، اليوم اللي لامين يامال كتب فيه التاريخ. 16 سنة وتمت دعوته انه يتدرب مع الفريق الاول. وقتها تشافي عرف ان اللحظة جت، وبقى اصغر لعيب في التاريخ يشارك مع برشلونة في الدوري الاسباني، وهو عنده 15 سنة و9 شهور و16 يوم. نزل في اخر ماتش ضد ريال بيتيس، بس اللي عمل لسه لاعب في فريق بي ما رجعش تاني، وفضل يكمل ويتمرن وسط الكبار تحت عين تشافي. ولما دخل موسم 2023 2024 اسم لامين يامال بدأ ينتشر بهدوء، بس مفيش حد كان قادر يتجاهله. وفي فترة الاعداد للموسم تشافي وضح كل حاجة، ويامين يامال ما كانش مشروع لعيب، لا ده كان جاهز يشارك فعليا مع الفريق الاول. في 20 اغسطس 2023 لعب اول ماتش كاساسي مع برشلونة، واللي حصل بعد كده كان ناري. وما اكتفاش انه يشارك، لا ده سحر الناس، 7 مراوغات خطيرة وتمريرات دقيقة ولعب جريء على الجناح خلاه قلب الهجوم النابض لبرشلونة. ولما خرج قبل نهاية الماتش ب5 دقايق والجمهور كله واقف يسقف له، برشلونة في البطولة دي. وفي 2 اكتوبر برشلونة حسمت موقفها، مددت عقد لامين يامال لحد 2026 بشرط جزائي خرافي مليار يورو. وبعدها على طول في ماتش عصيب خلص 2-2 مع جرناطة، الواد رد الجميل وسجل اول جول رسمي ليه مع الفريق. وجات اللحظة اللي كل لعيب في برشلونة بيحلم بيها، ذا فيرست كلاسيكو لي. نزل احتياطي في ماتش انتهى بخسارة 2-1، بس لامين يامال كان خلاص بدأ يصنع صوته. وما اكتفاش بكده، ده كمان كتب تاريخه مع منتخب اسبانيا في سبتمبر 2023، وبقى اصغر لعيب في التاريخ يشارك مع المنتخب الاول لاسبانيا في تصفيات بطولة اوروبا. وفي نفس الماتش سجل جول عالمي ضد جورجيا. وبعد كده بقى اصغر لعيب واصغر هداف في تاريخ المنتخب الاسباني، وكسر رقم انسو فاتي. لامين يامال كمل تألق مع السوبر الاسباني وسجل الجول في نص النهائي ضد اوساسونا فوز 2-0، وبعدين شارك في النهائي ضد ريال مدريد بعد كام يوم. بس برشلونة اتغلبت 4-1، وبرضه الواد ساب بصمته وسجل جول في ربع النهائي كاس الملك ضد بلباو. وبرغم ان برشلونة خرجت 4-2 بعد وقت اضافي، بس لمعة لامين يامال كانت منورة وسط الهزيمة. وفي يناير 2024 بدأ موسم برشلونة يدخل في مطب صعب. الفريق كان بيكافح علشان يلاقي الثبات والانسجام، وفي الاخر تشافي اضطر يمشي، والفريق كان رابع الدوري والمعنويات في الارض. ولامين يامال بدأ يدخل في مرحلة الشك، هل المدرب الجديد هيركنه ولا هيغير مركزه، ولا الأسوأ يبوظ تطوره؟ برشلونة انتهت موسم 2023 2024 في المركز الثاني في الدوري، وخرجت من دور الثمن النهائي في الشامبيونز ليج قدام بي اس جي بنتيجة موجعة. بس حتى في الخسارة لامين يامال ساب بصمته وعمل اسيست مهم في الماتش العودة رغم الخسارة 4-1. انهى الموسم وهو كان اكتر
الاسامي اللي الناس بتتكلم عنها في الكوره كلها. سجل 7 اهداف وعمل 10 اسيستات في 49 ماتش مع برشلونه في كل البطولات. بالنسبه لاي مراهق الارقام دي خرافيه. اربط حزامك لان اللي جاي كله الاهم في مسيره لامين يامال. بالنسبه للوضع عنده 16 سنه ده خيال. وفي 7 يونيو 2024 لامين يامال اتندى لقائمه منتخب اسبانيا اللي فيها 26 لاعب عشان يشارك في يورو 2024. وبعدها ب8 ايام بس نزل الملعب قدام كرواتيا وبقى اصغر لعيب في التاريخ يشارك في بطوله اوروبا. ما كانش بس بيشارك، ده نور الماتش بمراوغه جريئه وبرؤيه الملعب مش طبيعيه على سنه. والثقه خلت اوروبا كلها تبص عليه. وقدام كرواتيا عمل اسيست دقيق لداني كارفاغال في فوز 3-0 رهيب. وبقى اصغر لعيب في التاريخ يعمل اسيست في بطولة اوروبا. وبعدين في دور ال 16 ضد جورجيا كسر رقم قياسي تاني وبقى اصغر واحد يشارك في ماتش اقصائي في اليورو، متفوق على جود بيلينجهام. وكأن القدر واقف في صفه وراح ضاف كمان اسيست في فوز 4-1 كبير. وفي ربع النهائي ضد المانيا لامين يامال رجع يلمع تاني وعمل اسيست حاسم في فوز اسبانيا 2-1 وعادل الرقم قياسي لاسبانيا ب3 اسيستات في بطولة واحدة في اليورو. لكن في السيمي فينال الاسطورة بدأت تتكتك وتتكتب بجد لما اسبانيا كانت خسرانة من فرنسا 1-0 ولامين يامال وقف وقال حد قال انا، وسجل هدف التعادل بتسديده خرافيه المقوسه من بره 18. الكره دي مش بس جابت الفوز 2-1 دي كمان اتسمت هدف البطوله. وفي نهائي يورو 2024 واسبانيا بتكسب انجلترا 2-1 لامين يامال بقى بس اصغر واحد يشيل الكاس، لا ده كمان الموهبه اللي ما بتخافش واللي عمل اسيست هدف اسبانيا الاول بلقطه عبقريه. وفي اللحظه دي ما كانش بس بيكتب التاريخ، لا ده كان بيملك المسرح كله. ولما الحكم صفر نهايه الماتش وقف شامخ كصاحب رقم قياسي لاكتر عدد اسيست في بطوله يورو واحده 4 اسيستات وفاز بجائزه افضل لاعب شاب في البطوله وهو عنده 16 سنه بس. بابداعه الفني الخيالي لامين يامال بدا الناس تقارنه باسطوره برشلونه لايونيل ميسي، مقارنه مألوفه لاي حد طالع من مدرسه اللاماسيا. بس كل مراوغه كان بيعملها كانت فيها روح نيمار. العالم كله لاحظ كده وكل الصحف والميديا بدات تقول ده مش بس احسن ناشئ في العالم، ده ممكن يكون اعظم موهبه مراهقه شافتها الكوره. المقارنه طبيعيه والقدم الشمال والجرأه واللمسه اللي فيها همسه من ميسي. برشلونه عملت ملحمه كرويه، لامين، ليفاندوسكي، رافينيا، جافي كلهم ضربوا قبل الشوط الاول.